سمعت عن الأخبار المنتشرة عن منظمات بيع الأعضاء في مصر. تعال ناخد الموضوع لمنظور أبعد شوية واحكي لك حاجة محدش حكاها قبل كده. حصلت من فترة، وحقيقي حصلت. في يوليو 2020 الدنيا كانت ماشية عادي، لحد ما وزارة الداخلية أعلنت خبر زلزل الرأي العام. تم القبض على شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية في مصر. مش بلطجية ولا نصابين صغار، دكاترة، ممرضين، موظفين في مستشفيات خاصة، وسماسرة متخصصين. الشبكة كانت شغالة تحت ستار الخير، بيوعدوا الضحايا بفلوس مقابل تبرع إنساني. أغلبهم شباب فقير أو لاجئين أو ناس مش لاقية تاكل. يجي السمسار يتكلم بوش متدين، يقول للولد: أنا عارف إنك معكش فلوس ومش لاقي شغل، كلية واحدة هتجيب لك مبلغ محترم تبدأ بيه حياتك وتفتح مشروع وحياتك تتغير. عملية بسيطة وسهلة ومش هتحس بحاجة. الموضوع مغري، وفي شاب من الجيزة عنده 22 سنة اسمه ميمو عوين. وافق. عملوا له تحاليل وخدوه مستشفى خاص في مدينة نصر. أجروا العملية بس مفيش متابعة. الولد حصل له نزيف داخلي، حالته ساءت ومات بعدها بأيام. العملية دي كانت واحدة من عشرات، والناس دي ماشيين بنظام، عندهم شقق مفروشة وناس بتلف على المناطق الشعبية وإعلانات على الإنترنت. بيدوروا على ناس غلابة ومش متعلمين ولا فاهمين. الموضوع اتفضح لما بنت راحت القسم واشتكت. الشرطة بدأت تحريات سرية وسجلوا مكالمات وتتبعوا شبكة كبيرة، واكتشفوا إن في أكتر من 11 متهم متورطين واتحكم عليهم بالسجن بين 7 و15 سنة. بس ده الظاهر. السوق ده شغال في الخفاء، وكل ما الفقر بيزيد الطلب بيزيد والعرض بيتوسع. فكر في ده للحظة. كل ما بنشوف ترند بيتكلم عن تجارة أعضاء فيه، احتمال إنه مش خيال ولا فبركة. دي حاجات ممكن تكون حصلت قبل كده، وبيتكرر نفس السيناريو بس المرة دي في وشنا كلنا. تفتكر الموضوع ده ممكن يكون ليه علاقة بالأخبار المنتشرة دلوقتي؟